ازيكم حبايب قلبي عاملين ايه؟ يلا بقى كده نعمل حاجة هتنجز معانا في رمضان ان شاء الله، وبتنجز معايا انا شخصيا طول السنة. طبعا يا جماعة، ما اكتر الفلفل الاحمر في السوق الايام ديت، ان كان بقى اللي هو المكسيكي اللي مش حراق، او ان كان اللي هو الشطة الحامي قوي. عامة يعني هاتوه كده واستغلوا الوقت بتاعه دوت. اي حاجة يا جماعة في الموسم بتاعها بتبقى احسن مما بتكون في اي وقت تاني، فانا عشان كده بقول لكم هاتوه واستخدموه. وشوفوا كده هنعمل مع بعض ايه النهارده. انا هعمله النهارده معاكم هريسه شطه عاديه جدا، دي اللي انا مثلا بستخدمها في حاجات ما بحبش فيها تتبيله. قبل كده كنت عامله معاكم اللي هي بدبس الرمان وبالصويا صوص، وممكن ساعتها قلت لكم بدل دبس الرمان نحط عسل اسود. فديت لا، انا هعملها معاكم بالطريقه، يعني بالطريقه العاديه خالص من غير اي حاجه. ادي الفلفل بتاعي اهو، جبته وغسلته وسبته ينشف خالص، ورحت مقطعاه معاكم يعني حتت كده صغيرة، وهحطه في الكبة. هحط عليه ايه؟ هي يدوب فنجان خل صغير خالص، وثلاث معالق ملح ومعلقة سكر كبيرة. 3 معالق ملح ومعلقة سكر كبيرة وفنجان خل. هضربهم مع بعض في الكبة، وبعد ما بيتضربوا زي ما متعودين وعملنا الهريسة بتاعت قبل كده، بروح حاطة على الوش بتاعهم حبة زيت. ما بسيبش الزيت يا جماعة يتضرب معاها في الكبة، علشان الزيت زي ما انتوا عارفين لما بيتضرب كتير بيديني لون ابيض، وانا مش حابة كده. انا حابة الفلفل يفضل محافظ على اللون بتاعه. وطبعا الزيت لازمته ايه؟ الزيت مادة حفظ زيه زي السكر وزي الملح، بس الفرق منه ان هو بيحفظ لي الوش من اي عفونة بتحصل عليه. ممنوع منعا باتا خالص نحط في المعلقة، يعني نحط معلقة في البرطمان بتاعنا نكون مستخدمينها قبل كده او تكون مبلوله. المعلقه لازم تكون ناشفه معايا تماما خالص وما فيهاش اي ميه، وفي نفس الوقت تكون نظيفه علشان نحافظ على البرطمان بتاعنا من السنه للسنه. يلا نشوف بقى هنعمل ايه. معايا كده حوالي كيلو وربع او كيلو ونص صراحه، لان انا كنت جايبه كيلو وبابا يعني جاب لي حبه كمان، فهم مثلا ممكن نقول كيلو ونص من الفلفل. عليهم زي ما قلت لكم 3 معالق ملح ومعلقه سكر كبيره وفنجان خل صغير، ولا اكتر ولا اقل. هحطهم في الكبة دلوقتي وهنضربهم مع بعض ونشوف هنعمل. خلاص كده حطينا الفلفل وحطينا الملح والخل والسكر بتاعنا. بصوا يا جماعة بعمل ايه، بشغل الكبة كده. بصوا كده بنفس الطريقة ديت، عشان انا مش عايزة الفلفل يجيب معايا مية نهائي. هو يا دوب تكة وضربة وتكة وضربة، يعني هيتهرس معايا بس مش هيجيب مية. بصوا طبعا انا بعمل على الناحيه ديت وعلى الناحيه ديت علشان خاطر يعني السلاح مره يمشي كده ومره يمشي كده، والفلفل بتاعي يتقلب معايا من فوق لتحت. هضربه وارجع لكم. بصوا بقى يا حبايب قلبي، ادي كده الفلفل اهو اتضرب معانا خلاص، اتفرم معايا فرم يعني زي ما انا عايزه. حاجه بقى عايزه اقول لكم عليها، انا الفلفل دوت استخدمه في تتبيله بتنجان، بعمل خلطه محشي هستخدمه فيها، تتبيله سمك هستخدمه فيها. غير كمان ان انا لسه لما هفرز معاكم التوم ان شاء الله، بعمل كده حوالي يعني برطمانين بفلفل احمر وبرطمانين بفلفل اخضر، دول برضو بخليهم معايا في الفريزر بالثوم بتاعهم. يا جماعه انا الثوم بتاعي بخزنه قسما بالله، ما بيطلع اي ريحه في الفريزر ولا لونه بيخضر ولا اي حاجه. لو شفتوا الفيديوهات اللي فاتت تشوفوا الحاجات اللي انا عاملاها معاكم بالثوم، اقسم بالله يا جماعه لونه كانك لسه دقاه حالا يعني، والريحه والطعم والقوام بتاعه. وكمان كنت بعمل منه الثوم البودر. عايزه بقى اقول لكم على حاجه، طبعا انا دلوقتي كده خلاص الفلفل بتاعي اتفرم، وده قلت لكم غير خالص بتاع التتبيلات بتاعه الكبده واللحمه والحاجات ديت. هحط لكم اللينك بتاع الهريسه اللي انا كنت عاملاها قبل كده، احطه لكم دلوقتي في اول كومنت كده. ودلوقتي همسح البرطمان وافضي الفلفل بتاعي، وخلص معايا على كده. طبعا انا كده عملوا معايا اللهم بارك الكميه. ادي برطمان كبير اهوت، البرطمان دوت حوالي تقريبا كيلو الا ربع. وادي برطمان الصلصه اهوت برضو،
ادي كده البرطمانين دولت اللي اتعملوا معايا من كمية الفلفل اللي كانت عندي. لازم بقى يا جماعة نحط على وشهم زيت، وطبعا لازم زيت يعني تكون جودته نظيفة شوية، مش عايزين مثلا تكون حاجة يكون ليها ريحة مثلا او اي حاجة مش مستحبة. فانا صراحة بحط زيت ذرة، يعني احط كده على الوش زيت ذرة وبيبقى حلو جدا اهوت. يا دوب بصوا هي معلقة كده يا دوب بس تغطي لي الوش وخلاص. وخلصنا خلاص على كده، دي الهريسة بتاعتنا. وادي يونس اهوت عايز يقول لكم اعملوا لايك لماما، اعملوا لايك لماما. اعملوا يا جماعه الهريسه دي زي ما قلت لكم في الموسم بتاعها كده واستفادوا منها، وان شاء الله هعمل معاكم الهريسه اللي هي بالثوم والفلفل الاخضر والفلفل الاحمر، وهنخليها كمان في الفريزر عندنا. جربوا قولوا لي ايه رايكم وبالهنا. طبعا يا جماعه بقى مش هننسى اللايك والشير والسبسكرايب لو اول مره بتتابعوني، وحبايبي اللي هم اتفرجوا وبيتفرجوا عليا ما تنسوش تحطوا اللايك وبالهنا.